موعد مباراة النادي الأهلي والوداد في ذهاب طبعا نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد إن شاء الله يوم 4 يونيو. أنا ليه بكلمكم دلوقتي عن الميعاد؟ لأن الميعاد هيلخبط ناس كتير، خصوصا إن في ناس كتير بتظبط مواعيدها، مواعيد شغلها ومواعيد عملها عشان خاطر ماتش النادي الأهلي، خصوصا إن ده نهائي أفريقيا طبعا. الماتش يوم الأحد إن شاء الله الساعة 9 توقيت القاهرة وتوقيت مكة إن شاء الله. فلان طبعا كل الماتشات اللي فاتت كانت النادي الاهلي بعد تغيير التوقيت الصيفي كان النادي الاهلي بيلعب يوم السبت والساعه 10. الماتش يوم الاحد الساعه 9 مساء ان شاء الله. الماتش العوده ان شاء الله هيكون الحد اللي بعديه، بس هيكون الساعه 10 عشان برضه بقول لك الكلام ده كله هيلخبط ناس كتير في ميعاد الماتش. فانا قلت بس ان انا ابلغ حضراتكم، يمكن اللي ما يعرفش يعرف زي ما بيقولوا يعني. بالنسبة بقى للمنظومة بتاعة كولر عمل بفضل الله عمل منظومة في النادي الأهلي. كل اللعيبة ما شاء الله عليه اللي بتخش في الفرقة بتمشي على المنظومة دي. لما تلاقي مثلا في الثلاث ماتشات اللي فاتوا بتوع الدوري اثبتوا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. كان بيعمل روتيشن فيهم، وكان بيريح لعيبه، وكان في لعيبه اللي مصاب واللي بيريحوا عشان خاطر ضغط الماتشات، وفي لعيبه تانية اداها الفرصه عشان تشارك وانها تشوف يديها فرصه ويشوف الدنيا ماشيه معاها ازاي. لكن تلاقي اللعيب بينزل، مش هقول لك ان هو بيتالق، لا، ان هو حافظ السيستم اللي ماشي. فده لما تلاقي السيستم ماشي كده، اي لعيب بيلعب في الماتش تلاقي ماشي على سيستم الفرقه، اعرف ان ده شغل مدرب، شغل المنظومه اللي كولر عاملها. ان ده بيثبت كلام يعني. ان حضراتكم لما ترجعوا للثلاث ماتشات اللي فاتوا هتعرفوا الكلام اللي انا بقوله. طبعا الاداء ما كانش احسن حاجه، لان طبعا مش هتجيب الاساسي اللي بيلعب على طول، اللي هو اللي بيلعب اللي براكن احتياطي والكلام ده كله. في لعيبه بقى بالنسبه لكولر من وجهه نظري انا الشخصيه، هي لعيبه لا غنى عنها بالنسبه لكولر. اول لعيب بالنسبه لي في المنظومه دي هو علي معلول. علي معلول احرز في الدوري السنه دي 5 اهداف وصنع 4، غير ان هو سجل هدف في ماتش السوبر، وسجل هدف في كاس العالم للانديه. في المجمل كله علي معلول احرز 7 اهداف ومساهم في 10 اهداف. علي معلول علي معلول بيساعد اي جناح يلعب معاه. يعني علي معلول ما شاء الله عليه من الناس اللي بتعرف تطلع تهاجم امتى، تعرف تباصي، تعرف انها تدي فرصه للوينج اللي معاها عشان يعرف يتالق. يعني ممكن تلاقي برونو سافيو بيلعب ناحيته عادي تمام، هيشتغل وهيتالق معاه. بتلاقي عبد القادر نفس القصه، طاهر نفس القصه، حسين الشحات طبعا مؤخرا اللي بيأدي افضل مواسمه للنادي الاهلي، تمام الدنيا تمام. لان علي معلول بيساعدهم على التألق، بيساعدهم انه امتى يطلع وامتى يعمل ديلي، وامتى ان هو يفتح له الملعب علشان خاطر يديله عشان يلعب عرضيه. لا يعني معلول ما شاء الله عليه يعني من افضل ويمكن افضل محترف جه للنادي الاهلي على مر تاريخه. يعني ده من وجهه نظري انا الشخصيه يعني. بالنسبه بقى للعيب الثاني اللي هو الجندي مجهول زي ما بيقولوا في الفرقه، هو طبعا مش جندي مجهول، ده هو جندي معلوم، هو مروان عطيه. مروان عطيه الصفقه اللي جت في وقتها للنادي الاهلي والكولر في الفتره اللي هي بتاعت الانتقالات الشتويه. مروان عطيه من اللعيبه اللي كانت جايه اساسا، كان في الانتقالات جاي عشان يكون بديل لعمرو السوليه، ولكن طبعا في مركز 8، ولكن القصه كلها وكولر اكتشف فيه لا ان هو الافضل لمروان عطيه والافضل للفرقه والافضل لخطتي هو ان يلعب مركز 6. وبالفعل مروان عطيه لعب مركز 6 وبقى همزه الوصل بين الدفاع وبين خط الوسط. مروان عطيه طبعا ركن ديانج في الفتره اللي كان ديانج فيها ما كانش احسن حاجه،
مروان عطيه من الناس اللي هي بتقدر انها تباصي، تقدر انها تصنع هجمه من خلال كور طويله او كور ارضيه. بيقدر ان هو يستعيد رتم الفرقه، بيقدر ان هو يظهر للمدافعين عشان خاطر يستلم الكوره، ويقدر ان هو ينقل الكوره وينقل الهجمه في المرحله بتاع بنى اللعب من الدفاع للوسط للهجوم. فهمزه الوصل بين القصه دي كلها هو مروان عطيه، اللي طبعا بالمناسبه بنذكر حضراتكم ان مروان عطيه وحمدي فتحي عندهم انذارين. ربنا يستر بس ان شاء الله، وما ما 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 يحصلوش على اي انذار يوم الاحد ان شاء الله، عشان طبعا ماتش العوده. فنخلي بالنا كويس قوي من الجزئيه دي. فطبعا زي ما بقول لحضراتكم مروان عطيه هو كانت زي ما بيقولوا القطعه الناقصه للخطه بتاعت كولر. فبفضل الله يعني ربنا كرم النادي الاهلي بالصفقه زي صفقه مروان عطيه. نيجي بقى للعيب كمان، هو محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم ما شاء الله عليه من المدافعين الرجاله زي ما بيقولوا، المدافعين اللي بيقاتلوا على كل كوره، المدافعين اللي انت من الصعب ان انت تترقصهم زي ما بيقولوا، الصعب ان انت تعدي منهم. الواحد لواحد الغلبه بفضل الله بتبقى لمحمد عبد المنعم. طبعا غير ان هو طبعا في الكوره العرضيه ما شاء الله عليه متفوق، وفي الكوره العرضيه بيطلع ان هو يقدر يحرز لك هدف مثلا زي ماتش الرجاء في الذهاب دور الثمانيه. فطبعا دي من ضمن اللعيبه. حمدي فتحي برضو من اللعيبه المهمه لخطه كولر. حمدي فتحي اللعيب اللي هو زي ما بيقولوا بيتسرسب كده في خط النص بتاع فرقه الخصم، عشان مثلا يسحب بقى خط الوسط، عشان خاطر يخلي حسين الشحات يضم على المكان لخط الوسط، او المدافع اللي جري ورا حمدي فتحي هكذا. فطبعا حمدي فتحي وغير ان هو بيقدر ان هو يبقى في منطقه الجزاء على طول، بيساعد مثلا كهربا، بيساعد اي الثلاثه اللي في الحته القداميه. فطبعا ده وغير ان هو طبعا ما شاء الله حمدي فتحي في المنطقه بتاعه خط النص، انه بيقدر ان النادي الاهلي يستعيد الكره الثانيه على طول بوجوده في الخط الامامي. طبعا غير ان مروان عطيه طبعا لو عدت من القصه بتاعه حمدي فتحي وديانج، ففي مروان عطيه كمان. ده بالنسبه للاعيبه المهمه بالنسبه للكولر. حسين الشحات ما شاء الله عليه جايب 6 اهداف في الموسم ده، وصناعه 8 اهداف، من افضل مواسمه في النادي الاهلي صراحه ربنا. حسين الشحات الفورمه بتاعت العين الاماراتي، ولسه طبعا مستنيين منه كتير ان شاء الله. ربنا يكرمه ان شاء الله، ويكرم الفرقه كلها ان شاء الله. حسين الشحات من اللعيبه اللي تقدر تقول عليها ادي كان كل الناس كانت بتنتقده هو، وطبعا كان قاعد احتياطي في فتره في بدايه كولر، لكن عرف ناقصه ايه، عرف ان هو المدرب عايز منه ايه بالظبط ونفذه. هدافع انت كوينج انت تقدم المهام الدفاعيه ماشي تمام. طبعا الكلام ده ما كانش بيحصل. من ضمن بقى مميزات كولر بعد الهزيمه بتاعت صن داونز، هزيمه صن داونز اللي كل الناس طبعا زعلت منها واللي اتضايقت منها، واللي انا واحد من الناس، انا كنت طبعا من الحاجات اللي انا يعني ازاي النادي الاهلي يكرر تاني الهزيمه بالنسبه له، واللعيبه دي نفس اللعيبه يكرر طبعا هزيمه صن داونز. وكنت طبعا في فيديوهات كنت اتكلمت ان صن داونز ما ينفعش تلعب قدام مفتوح، ما ينفعش ان انت تلعب قدامها تقول لا انا ههاجم وكمان، لازم تلعب بالقصه. كولر استفاد من الكلام ده، استفاد من الهزيمه دي، واستفاد انه يعوض الهزيمه دي، ويعرف ان افريقيا مش بتتكسب، ما تلعبش فيها كده، مش ان انا افضل اهاجم على طول وان الناس كلها هتمشي على الطريقه اللي انا بقول لهم العبوا وانا بلعب مهاجم فانت تنزل تدافع قدامي. لا، القصه ما بتمشيش كده. في فرق لازم تلعب متاخر سنه، لازم تدافع شويه معاها، لازم ان انت تزهقهم في اللعب، لازم هكذا. فكولر استفاد من الكلام ده كله. يجي واحد بقى من حبايبنا يجي يقول لك الحظ ساعدكم. هي حقيقه ما نقدرش ننكرها، ولكن حقيقه يربي باطل. الحظ طبعا ساعدنا، وإرادة ربنا طبعا اولا واخيرا شاءت ان النادي الاهلي بعد ما كان هيخرج من دور المجموعات
يوصل لنهائي افريقيا، وان شاء الله هياخد البطوله ان شاء الله، البطوله ال11. ولكن انت الفرصه جات لك، ربنا اداك فرصه على طبق من فضه وطبق من ذهب. لعيبه النادي الاهلي ومديرهم الفني استغلوا الفرصه دي وحولوا الفشل وحولوا الهزيمه الثقيله بتاعه صن داونز لايجابيات. بفضل الله النادي الاهلي من بعد هزيمه صن داونز بفضل الله ما دخلش فيهم غير هدف واحد، كان في ماتش نهائي الكاس من بيراميدز. فنركز كده كويس قوي الكلام ده كله، عشان كلام كتير عمال يتقال بيقول لك ده انتوا حظكم، ده انت حتى من حظكم ان صن داونز طلع والوداد اللي وصل، وكأن فرقه الوداد دي فرقه عاديه، دي بطل افريقيا السنه اللي فاتت. يعني القصه مش سهله يعني، بل بالعكس ده من الوداد المغربي من الفرق اللي يعني صن داونز ممكن تلعب معاه كوره، لكن الوداد ده هيزهقك بلغه الكوره، ممكن يضيع لك الوقت، ممكن يجرك لسكه تانية، ممكن يجرك ان انت تلعب لعب ما هوش لعبك، تلعب عرضيات كتير، وهو ده ممكن يجروك للسكه دي. فطبعا نكون مركزين بالنسبه للجزئيه دي. نقطة تانية طبعا زي ما كنت قلت لحضرتك ان مروان عطية من اللعيبة المهمة بالنسبة لكولر. مروان عطية في ماتش الرجاء المغربي منذر الكبير كان بيلعب على مروان عطية، بيلعب عليه مان تو مان. طبعا الماتش ده الكلام ده كان في ماتش الذهاب هنا اللي في القاهرة. ماتش الذهاب هنا اللي في القاهرة، النادي الاهلي في الفترة اللي هي اول نص ساعة قبل الهدف بتاع محمد عبد المنعم كان نادي الرجاء المغربي كان هو افضل، لان كان النادي الرجاء المغربي ومنذر الكبير كانوا ماسكين مان تو مان مروان عطيه، فكان في مشكله ان النادي الاهلي يطلع من الدفاع للهجوم، فده اثر على القصه. وماتش تاني ماتش بتاع الجيش، الماتش اللي كولر ريح فيه مروان عطيه، حصل ان النادي الاهلي طبعا هو كان النادي الاهلي كان مريح لعيبه كتير، ولكن كان النادي الاهلي في الماتش ده كان من اسوأ الماتشات الاداء مع كولر، لان كان مفيش زي ما بيقولوا همزه الوسط اللي ما بين الدفاع والهجوم عشان تعرف تنقل كوره. النادي الاهلي قدر بفضل الله يكسب، بس كسب بهدفين باخطاء من لاعيبه مدافعين الجيش. بالنسبه من مميزات كولر برضو اللي تقدر ان انت تتكلم فيها، كولر من مميزاته انه زي ما بيقولوا مدرب يعني شغل الاكاديمي اللي هو انت محمد منعم ايه عيوبك؟ انا عيوبي 1 2 3. طب تعالى يا ابني العب في التمرين على عيوبك دي، اعمل كذا، في نقطة ضعف عندك في الكور العرضية مثلا، العب كور يدربك عليها، يشوفك الدنيا ماشية ازاي. شوف محمد عبد المنعم قبل وبعد، شوف حمدي فتحي قبل وبعد، شوف كهربا، شوف محمد شريف، شوف كل اللعيبه دي، ما هتلاقي ما شاء الله عليها الدنيا ماشيه معاها، ان كل يوم في جديد. شوف حسين الشحات اللي كل الناس كانت بتقول عليه ايه، شوف دلوقتي بتقول عليه ايه، الانتقادات اللي كانت بتوجه ليه، شوف حسين الشحات دلوقتي ايه. فده اللي نقدر نتكلم فيه، ان كولر ده يعني من المدربين اللي بيعرفوا يشوفوا الفرقه عايزه ايه ويشتغلوا معاها. ولسه زي ما قلت لحضراتكم دي النسخه التجريبيه للنادي الاهلي مع كولر، ده كله بفضل الله. كولر بيشتغل من غير ما يتكلم، من غير ما يقول اجهاد، من غير ما يقول ما فيش صفقات، من غير ما يتكلم ولا يقول الكلام ده، هو بيتكلم فيها حاجه عابره لكن ما بيعلقش على شماعته. فانا نتمنى ان شاء الله ان طبعا النادي الاهلي يكسب بطوله افريقيا ان شاء الله، وان السنه اللي جايه يكون التدعيمات اللي كولر عايزها عشان ينقل الفرقه لحته تانية ان شاء الله. بالنسبه للتشكيل المتوقع، طبعا لسه حالا من الاخبار المتداوله ان محمد الشناوي بره ماتش الذهاب بتاع النادي الاهلي والوداد. طبعا دي خساره كبيره طبعا، كان نتمنى ان محمد الشناوي يلعب، لكن هو محمد الشناوي سليم طبيا، ولكن في ظل ان هو ما اشتركش ولا مران جماعي الفتره اللي فاتت، فكولر فضل ان هو ما يلعبش بيه. وطبعا ده حاجه تحسب لكولر انه ما يجازفش باللاعب بتاعه، وفي نفس الوقت ما يجازفش في ماتش زي ده، ماتش نهائي بالنجم بتاعه.
فنتمنى التوفيق ان شاء الله لمصطفى شوبير او علي لطفي، ايا كان اللي هيلعب فيهم ان شاء الله. بالنسبه لعلي لطفي برضو هو خف من الاصابه، ولكن ما اتمرنش مران جماعي، فهو الاقرب ان شاء الله هو مصطفى شوبير. انا قلت لكم زي ما قلت لكم في فيديو سابق، انا يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا يعني عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى ان مصطفى شوبير هيكون من نجوم الماتش ان شاء الله، وهيتالق ان شاء الله. بس هي هتبقى مشكله الكره العرضيه، يعني يخلي باله منها، وميشيل يمكن يكون يدربوا عليها الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. بالنسبه للتشكيل المتوقع بقى من وجهه نظري، مصطفى شوبير ان شاء الله، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني. اتمنى ان يكون ياسر، ما يكونش محمود متولي. محمود متولي من ساعه ما رجع من الاصابه صراحه في الدنيا مش مظبوطه معاه، ده من وجهه نظرنا الشخصيه، خصوصا ان ياسر ابراهيم هيكون مفيد في الكره العرضيه والاطوال اللي عند الوداد. بالنسبه لخط النص، فمروان عطيه وديانج وحمدي فتحي ان شاء الله. حمدي فتحي ان شاء الله سليم وفي القائمه بتاعه الماتش ان شاء الله، ان شاء الله هيلعب اساسي ان شاء الله. وفي الهجوم طبعا بيرسي تاو، حسين الشحات، وكهربا ان شاء الله. اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي اولا واخيرا، كل الدعم لكل فرقه النادي الاهلي والكولر والجهاز الفني ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله. نادي الوداد المغربي، نادي الوداد المغربي ما دخلش فيه في دوري ابطال افريقيا غير هدفين، هدف في شبيبه القبائل في اول ماتش ليهم في المجموعه واللي خسروه طبعا من شبيبه القبائل 1-0، وهدف في ماتش سيمبا اللي خسروه برده 1-0 اللي هو في تنزانيا اللي هو كان في دور الثمانيه. لا انا يعني غير الهدفين بتوع صن داونز، احنا بنتكلم على ايه؟ القصه اللي هم قبل ماتش صن داونز. نادي الوداد المغربي في ماتش صن داونز بتاع العوده من الفرق اللي زي ما بيقولوا، يعني طبعا صن داونز كان بيلعب من العمق، نادي الوداد المغربي قفل له العمق. وزي ما كنت قلت لحضراتكم ان عماد النحاس قرا كولر وكان بيمأخر خط الدفاع لورا، فكانت الدنيا بالنسبه للنادي الاهلي وخطه كولر ما كانش احسن حاجه، رغم ان برضه زي ما بقول لكم ان كان في روتيشن وما كانش اللاعبين الاساسيه. ولكن فالنادي الوداد المغربي بيقفل العمق كويس قوي، خصوصا ان عنده 2 مدافعين اقوياء، زولا وامين فرحات اللي جنبه. فدول اللاعبين دول من اللاعبين المدافعين الكويسين، خصوصا ان زولا مثلا في ماتش بتاع صن داونز اتصاب اصابه بالغه في دماغه، حتى هو دلوقتي بيلبس عليها واقي للراس، ولعب طول الماتش. من اللعيبه الاقوياء في الالتحامات واللعيبه الاقوياء واللعيبه اللي هو بيقدر ان هو يطلع في الهجوم وعرضياته ممكن لا قدر الله يحرز فيك هدف. دي بالنسبه للدفاع. طبعا سامبو طبعا جايب 4 أهداف في دوري ابطال افريقيا، والكره العرضيه هيسبب لنا فيها ازمه يعني، فربنا يسترها ان شاء الله. دي بالنسبه للنادي الوداد هيجر النادي الاهلي انه يضيع لك في الوقت. طبعا ربع ساعه عدت هنقعد نقول ده لسه، هو عايز كده انه يعدي لك الربع ساعه الاولى، في الثانيه، في النص ساعه، في الشوط الاولاني يخلص، هو كده هيبقى في امان، خصوصا ان في ليه ماتش عوده على ملعبه وجمهوره والكلام ده كله. هو هيقول لك انا على ملعبي انا هعرف اخلص، هعرف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. فالخوف كل طبعا الفرقه اللي بتبقى مقفله لك العمق المفروض انت تفتح الملعب من خلال الاوناج والكلام ده كله، ولكن هتفتح الملعب وكل حاجه من خلال الاوناج، بس بعد ما تفتح الملعب هتكون انت عايز تلعب عرضيات. النادي الاهلي بقى مشكله بقى هنا في الهجوم انه ما عندوش حد بيلعب بالدماغ، فالخوف كله ان الوداد يجرك للسكه دي ان انت تلعب عرضيات كتير، زي ما الصن داونز قعد يلعب عرضيات كتير في ماتش العوده، وهم ما عندهمش الاطوال ولا عندهم الملكه ان هم يلعبوا بالكره العرضيه، هم بيحبوا يلعبوا كره على الارض ويهاجموا من العمق. فنركز كويس قوي في القصه دي علشان خاطر الوداد ما يجرناش السكه بتاعته. لكن بفضل الله انا على يقين تام ان شاء الله ان كولر درس الوداد كويس قوي ودرس نقاط القوه والضعف بالنسبه لهم، فان شاء الله التوفيق هيكون حليفنا ان شاء الله. بس التركيز والجمهور اللي هيحضر الماتش ان شاء الله يشجع بس. انت كمهمتك كمشجع، انت رايح عشان تأذي نفسك، ولا انت رايح عشان خاطر تعمل اي حاجه تأذي بيها نفسك. انت رايح عشان تشجع فرقتك بس وتستمتع. انت دافع فلوس عشان تستمتع، مش دافع فلوس عشان تتحبس.
مش دافع فلوس عشان تقول المرشدين ومش عارف المرشدين. انت مالكش دعوه بالكلام ده، انت ليك دعوه ان انت رايح تشجع فرقتك فقط لا غير. وكلنا كنا شايفين الفتره اللي فاتت جمهور النادي الاهلي كان عمال يتكلم 20,000 ازاي قليل وكده. جات لك الفرصه، الامن مشكورا وافق ان الاستاد يكون بالساعه الكامله 50,000 ويمكن يزيد ان شاء الله. فطبعا نركز قوي في القصه دي ان الجمهور يكون في ظهر الفرقه ان شاء الله، يكون في ظهر الفرقه ويكون بيشجعه، ما يكونش عبء عليه. وما يكونش قاعد ساكت يقول لك اصل انا واخد موقف. لا يا حبيبي، حبيبي انت جاي، انت دافع فلوس عشان تشجع الفرقه اللي انت عايزها. ما انتش عايز تشجع وخايف على نفسك وخايف على القصه دي كلها، اقعد في البيت او اتفرج على القهوه. امور ببساطه يعني، ما اللي يزعل يزعل، بس انت دلوقتي انت رايح عشان تشجع ناديك، فشجع النادي بتاعك، تشجعه بكل ما اوتي من قوه بالنسبه لك. فربنا يكرم ان شاء الله ويكرم النادي الاهلي ان شاء الله. الوقت ده هو وقت الدعم، لكن هو فيه بس كام نقطه الواحد بس حابب يتكلم فيها. مشكله اضاعه الفرص. نتكلم كتير ونقعد نتكلم كتير ونقول اضاعه الفرص السهله. يعني بجد كهربا كان بادئ الموسم كويس مع النادي الاهلي وكان بيحرز اهداف، لكن الفتره الاخيره تحس ان في عدم تركيز للكهربا. فنتمنى يا رب ان شاء الله ان يرجع له التركيز في ماتشين بتوع الوداد ان شاء الله. بيضيعوا لعيبه النادي الاهلي، بتضيع فرص سهله جامد يعني، فقصه صعبه صراحه. يعني انت بتتكلم الماتشات دي، خصوصا الماتشات النهائيه دي بتحتاج ربع فرصه، لان الربع فرصه مش هتجيلك اساسا، لان القصه بتبقى الفرقتين متحفزين، فبيبقى الفرص بتبقى شحيحه في الماتش. وبيرسي تاو طبعا ضيع فرص كتير في الماتش ده. فنتمنى ان شاء الله التركيز من لعيبه النادي الاهلي وتكون بس مركزه في انهاء الفرص السهله اللي بتجيلهم. حسين الشحات ما شاء الله عليه، يعني حسين الشحات ما شاء الله عليه، الفتره اللي كولر كان ركنه على الدكه عرف نقاط ضعفه ايه اللي كولر قال له عليها ولا الكلام ده كله، وركز مع الفرقه. شوف ما شاء الله حسين الشحات فين دلوقتي، ما شاء الله عليه حسين الشحات، الفورمه بتاعت العين الاماراتي. حسين الشحات ما شاء الله عليه مركز مع الفريق، الكور اللي بقت وفي الانهاء كمان ما شاء الله عليه. حسين الشحات الكور اللي بتجيله في الانهاء بيبقى مركز فيها بفضل الله. نتمنى ان شاء الله التوفيق يعني للنادي الاهلي، ربنا يكرمه ان شاء الله. مصطفى شوبير ده ان شاء الله بعونك يا رب حارس النادي الاهلي القادم للمستقبل ان شاء الله. مصطفى شوبير انا بالنسبه لي انا كشخصيا يعني، مصطفى شوبير انا بطمن له، يعني حارس تبقى مطمن ليه وهو واقف في الجون. طبعا لسه ما عندوش خبرات، لكن ربنا يكرمه ان شاء الله والخبرات هتجيله. طبعا كنا نتمنى ان مصطفى شوبير يكون السنه دي يكون لاعبها في الدوري الممتاز عشان تزوده اكتر، ولكن هو وجوده مع الفريق هو مهم صراحه، لان زي ما انتم شايفين الشناوي مصاب، وبعد كده علي لطفي لعب الماتش اللي في الدوري واتصاب، ومصطفى شوبير لعب وجات له الفرصه. طبعا بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي اللي لعب في ماتش سيراميكا، اعتقادي انا الشخصي هو ده اللي هيلعب في ماتش الوداد ان شاء الله، باستثناء محمد الشناوي في حراسه المرمى، وباستثناء حمدي فتحي مكان السولية. فربنا يكرم ان شاء الله النادي الاهلي كده، وربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله. بالنسبه للنادي الاهلي في ماتش الوداد ان شاء الله، نادي الوداد المغربي اخر 21 ماتش بالنسبه له في كل البطولات ما خسرش غير ماتش واحد، اللي هو كان ماتش سيمبا اللي اتغلب فيه في الذهاب 1-0، الذهاب دور الثمانية. بعد كده ما فاز وتعادل. فطبعا ده كل ده يعني دي من رقم كده سريع يعني. بفضل الله النادي الاهلي الحمد لله اخر خساره ليه كانت من صن داونز. الحمد لله النادي الاهلي فوز بفضل الله وكرم. النادي الاهلي حقق فوز في كل ماتشاته الحمد لله. النادي الاهلي برضو من ساعه هزيمه صن داونز ما دخلش فيه غير هدف واحد، اللي هو كان في ماتش بيراميدز في نهائي الكاس. فده كل دي ارقام سريعه كده حابين انها نقولها لحضراتكم يعني. بالنسبه لماتش الاهلي والوداد زي ما قلت لحضراتكم انه هيتلعب على تفاصيل صغيره خالص. انا من اللي انا يعني مثلا نادي الوداد وصل القاهره، مطار القاهره، وصل طبعا بنرحب بيهم طبعا في بلدهم الثاني مصر.
لعيبه الوداد ده احساس انا الشخصي بقى، هتقول لي ان انت بتقول اي كلام ولا كلام، كل احساس الشخصي لعيبه نادي الوداد مسؤولينهم الجماهيرهم كل المنظومه المغرب كلهم عندهم ثقه. انا شايفها ثقه زياده، هي مش ثقه ان هم بيدوا ثقه لنفسهم عشان الماتش، لا انا شايفها ثقه زياده ان هم شايفين ان هم كعبهم على النادي الاهلي، ان هم كاسبين مننا بطولتين ولسه البطوله اللي فاتت. فطبعا ده كل ده هم حاسين ان البطوله بتاعتهم، وده كل ده طبعا ايه، ده كل ده دي احاسيس، ولكن الملعب بيبقى قصه تانية. فهنشوف القصه ماشيه ازاي ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله. فهنخلي بالنا بس من التفاصيل الصغيره، من التفاصيل الصغيره ان انت تلعب ما تضيعش فرص، ان الفرصه اللي تجيلك تستغلها كويس، ان انت تحاول على قد ما تقدر ان انت تحرز اهداف ان شاء الله. نحاول ان انت تبقى الماتش مكسب ليك بعون الله عشان يفرق معاك في ماتش العوده. اتمنى ان السيناريو ماتش الرجاء يتم مع النادي الاهلي او النادي الاهلي والوداد، ان النادي الاهلي يجيب جون في اخر الشوط الاولاني واخر الشوط الثاني. ده كل ده ان شاء الله هيفرق مع النادي الاهلي ان شاء الله في ماتش العوده. وماتش العوده تعالى بقى، انا لما اكون كسبانك 2-0 مثلا ان شاء الله، انت محتاج تكسب 3، فتعالى العب، انا هكون هادي، جمهورك مالي الاستاد او كل حاجه، همتص القصه في اول ربع ساعه، وهكذا الدنيا ماشيه ازاي. طبعا التذاكر بتاعت ماتش الاياب اتعرضت امبارح، خلصت كلها في ماتش في كازابلانكا طبعا. فطبعا القصه كلها، لان طبعا جماهير الوداد بتحلم طبعا انها تكسب البطوله الرابعه، زي ما ده حقها مشروع، وده زي ما النادي الاهلي طبعا بيحلم ان هو ان شاء الله يكسب البطوله ال11 وربنا يكرمه ان شاء الله ويحققها ان شاء الله. طبعا كل جماهير النادي الاهلي طبعا كانت عاشت سنه صعبه السنه اللي فاتت بالقصه اللي حصلت بالماتش بتاع اللي هو اتلعب من دور واحد، والفبركه اللي عملوها ان هو تلعب في مركب محمد الخامس عشان الوداد يلعب قدام جماهيره. فخلاص تمام، بطوله وعدت والدنيا تمام، والاهلي حد اشتكى وقال مطالبه الحمد لله، والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي كانوا سبب ان النهائي يرجع تاني ذهاب وعوده. لان بالبلد كده افريقيا ما ينفعش فيها قصه ان انت تقول ايه النهائي من ماتش واحد، انما من ماتش واحد حدده من قبل القصه، لكن ما تسيبليش القصه تقول لي انا هلعب بنهائي واحد، وسيب القصه لحد ما الاهلي مثلا يوصل تقول له انا خلاص انا هلعبك في القاهره، الوداد هيوصل يبقى هلعبك في المغرب، صن داونز هيوصل يبقى هلعبك يبقى النهائي في جنوب افريقيا. لا، القصه ما بتمشيش كده، القصه بتمشي بلوائح. طبعا احنا في افريقيا القصه سمك لبن تمر هندي يعني. فربنا يكرم ان شاء الله، ويكون التوفيق حليف للنادي الاهلي ان شاء الله، ونركز كده ان شاء الله. طبعا امبارح موقع تذكرتي نزلوا تذاكر على الموقع تذكرتي. طبعا الامن سمح ب20,000 متفرج للنادي الاهلي في ماتش النهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا العدد قليل قوي قليل قوي على النادي الاهلي، قليل قوي على جماهيره، قليل قوي على نهائي افريقيا، قليل قوي على دوله زي مصر. فنتمنى ان شاء الله ان العدد ده يزيد شويه، ربنا يكرم في الساعات القادمه ان شاء الله. ولكن في نقطه مهمه حابب ان انا اتكلم فيها، وعارف ان الكلام اللي انا هتكلم فيه ده هيجيب لي كلام من ناس كتير يعني. دلوقتي بالامس وانا على صفحتي انا الشخصيه، ناس على صفحتي واصدقاء ومتابعين، البوستات بتاعتهم تخيلوا بيتكلموا في ايه وبيفتخروا بايه. مش بيقول ان يفتخر ان هو جاب تذكره ماتش النهائي، لا، ده بيفتخر انه دخل على موقع تذكرتي وفضل فضح السيرفر عشان يهنج الموقع. بيفتخروا انه جاب 4 تذاكر عشان خاطر ان لما تيجي مثلا فلان يجي يخش يقول له لا ده خلاص التذاكر خلصت. طبعا هو مش هيشتري، هو بيشتري بس ال4 تذاكر، بيبقى موقع تذكرتي بيمديله مده ساعه انه ينزل يدفع المبلغ عشان يفعل له القصه. حضراتكم ايوه انتوا بتقولوا ان انتوا اتاذيتوا في الماتش بتاع الرجاء، وانا ما اقدرش ان انا اتكلم في حاجه زي كده، لان دي قصه دي انا ماليش دعوه بيها، دي قصه بين الامن وبين الناس اللي حضرتك متضامن مع اخواتك اللي هم اتاذوا في ماتش الرجاء، متفق معاك وعلى دماغي من فوق. لكن اللي مش متفق معاك فيه هو ان حضرتك تعين نفسك وصي عليا، او تعين نفسك وصي على جمهور النادي الاهلي، وتقول لا محدش يروح، محدش يحضر، محدش مش بتاعتك دي يا حبيبي. انت ما انتش عايز تروح
وليك راي، وصر على رايك وما تروحش، وده احسن، وانت شايف ان ده احسن لك وافضل لك، خليك على رايك. لكن ما ينفعش ان انت تقول انا مانيش رايح، يبقى انت ما انتش هتروح. لا، انت بتجبرني ليه؟ انت ليك وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر. انا عايز اشجع فرقتي، عايز اروح اتبسط واتفرج على الفرقه، عايز اروح اتفرج في الاستاد، انا حر. مش عايز ان انا انزل خالص واتفرج في بيتي، انا حر. عايز انزل على القهوه، انا حر. عايز اروح عند اي حد، انا حر. لكن تجبرني ليه وتعمل نفسك واسع عليا؟ والمشكله كمان يا جماعه انهم يعني عشرينات، شباب عشرينات، 20 سنه واقل من كده. انت بتجبر مين عينك ونفسك واسع على جمهور الاهلي يا ابني؟ تمام. ولازم انا من وجهه نظري حل القصه دي كلها. طبعا في مشكله في الكلام ده كله، الاداره لازم تحلها، تحل المشكله اللي بين الامن وبين الجمهور. لازم في مشكله زي دي مجلس اداره النادي الاهلي يقعد مع الامن، يشوف طلبات الامن ايه عشان تتنفذ. والامن طلباته واضحه، ما تدخلش السياسه في الكوره، ما تتكلمش انت راح تشجع فرقتك بس. فالامن قصته واضحه. دي بالنسبه لمساله الحضور الجماهيري. على مجلس الاداره انه يعمل زي مثلا، انا مش هنروح لبعيد، دول الخليج معينه رئيس رابطه مثلا او شخص بيقبض من النادي عشان دي مهمته خالص، ان هو يشجع الفريق، يبقى ماسك المدرج ويشجع الفريق. دي لان طبعا المدرج دلوقتي لما الناس بتيجي تروح بيبقى ده في وادي وده في وادي، المدرج ده في وادي، المدرج ده في وادي، تلاقي القصه مشتته. تعال بقى على النقيض، شوف المسؤولين في المغرب عملوا ايه. المسؤولين في المغرب كان في جزء امامي كده في مركب محمد الخامس، لما احنا بنتفرج على التلفزيون، الجزء ده كان ما بيبقاش فيه جمهور، حوالي 20,000 متفرج. يعني الجزء ده حوالي 20. الجزء ده كان فيه اصلاحات. المسؤولين في المغرب صلحوا الاصلاحات دي، والجهاز هيبقى بسعته الكامله للنادي الوداد المغربي في ماتش العوده بتاع نهائي افريقيا. ده فرقه مسؤولين بيسعوا ان النادي بتاعهم يكسب البطوله، ومسؤولين ليهم قصص تانية. نتمنى ان شاء الله ان القصه تتحل في الساعات القادمه، وال 20,000 دول يزيدوا ان شاء الله. بالنسبه بقى لماتش الاهلي والوداد، المواجهات المباشره ما بين الفرقتين. المواجهات المباشره ما بين الفرقتين 9 مواجهات خلال السنوات الماضيه. النادي الاهلي كسب 4، الوداد كسب 3، وتعادلوا في ماتشين. التعادلين بتوع الماتشين دول كانوا في استاد القاهره، منهم ذهاب بطوله افريقيا، النهائي في افريقيا اللي الوداد كسبه، اللي هو كان هنا 1-1، ومنهم كان في ماتش تاني في البطوله اللي قبليه كان التعادل سلبي. تعالى بقى نتكلم بقى في جزئيه ايه. مثلا الوداد المغربي، النادي الاهلي كسب في الاربع ماتشات اللي النادي الاهلي كسبهم، كسب ماتشين في مركب محمد الخامس. طبعا دي جزئيه مهمه. نادي الوداد المغربي، عشان بس الناس اللي فرحانه او الناس اللي بتقول الوداد احسن من صن داونز، نادي الوداد المغربي عنده 3 دوري ابطال افريقيا، منهم 2 كسبانهم من النادي الاهلي، ومنهم بطوله بتاعت السنه اللي فاتت. اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تكون حاطه في دماغها النهائي بتاع العام الماضي، والقصه اللي حصلت باختيار محمد الخامس، والقصه اللي دورت كلها. مش هنرجع طبعا نتكلم في اللي فات. اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تكون حاطه في امامها الماتش اللي فات، وربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله. والماتش دلوقتي لازم الكل يبقى فاهم ان نهائي افريقيا كان بقاله فتره بقاله يعني بيتلعب بطولتين، بيتلعب 3 بطولات من ماتش واحد، رجع لماتش ذهاب وعوده بسبب النادي الاهلي اصر على رايه. وهو طبعا النادي الاهلي لعب، بس النادي الاهلي حط شكواه لحد ما الاتحاد الافريقي رجع في كلامه، وخلى النهائي بعد كده ذهاب وعوده. نتمنى ان شاء الله التركيز للاعيبه النادي الاهلي. الاهلي والوداد الفرقتين اتغلبوا في الماتش الاولاني ليهم في دوري ابطال افريقيا في المجموعه. طبعا هو كان الماتش الثاني ليهم. الوداد اتغلب من شبيبه القبائل 1-0، والنادي الاهلي اتغلب من الهلال 1-0 في السودان. الفرقتين وصلوا النهائي. على النقيض صن داونز ما خسرتش ماتش، ما وصلتش نهائي. ده يدلنا لايه؟ ان مش احسن فرقه بتلعب كوره هي اللي لازم تاخد البطوله.
لا، البطوله ليها ابعاد تانية، ليها خبرات، ليها تركيز، ليها ناسها، ليها حاجات كتير. فنتمنى ان شاء الله التركيز من لعيبه النادي الاهلي يعني ان شاء الله، لان النادي الوداد من الانديه الكبيره في المغرب، والانديه اللي بنت نفسها خلال الكام سنه الماضيه، ما كانش ليها تواجد على المستوى القاري، لكن رئيس النادي بتاعهم وهو الفرقه نفسها وجمهورهم بقوا موجودين على الساحه الافريقيه، وطبعا ده شيء هم يشكروا عليه. فنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، ويكونوا مركزين في ماتش الذهاب والعوده ان شاء الله. بالنسبه النادي الوداد في المركز الثاني في الدوري المغربي بفارق نقطه. الجيش المغربي بيفرق عنه نقطه في الدوري المغربي، وفاضل 4 اسابيع. فطبعا الحمد لله، والنادي الاهلي هنا متصدر الدوري الحمد لله، وفي ليه 4 ماتشات مؤجله. النادي الاهلي بيحتاج 5 ماتشات فقط من ال10 ماتشات اللي فاضل له عشان يحرز بطوله اللقب الدوري ان شاء الله الغائب عنه من سنتين. نتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله، وكل اللعيبه مركزه، لان الماتش بتاع الذهاب ده انت محتاج تكسب، ولو زي ما بيقولوا ايه، بنص فرصه، بربع فرصه، بنص هدف، بس اهم حاجه ما يجيش فيك جول، لان القصه هتبقى صعبه لو احرزوا فيك جول. نادي الوداد المغربي خطورته في الكور العرضيه والضربات الثابته والكورنرات، نخلي بالنا كويس قوي من القصه دي لانهم بيلعبوها كويس. نادي الوداد المغربي احسن ماتش لعبه في دوري ابطال افريقيا السنه دي كان ماتش صن داونز، وانا اتفرجت عليه. الماتش شفت ماتش الذهاب وشفت ماتش العوده. ماتش الذهاب كنت مش عايز اقول لكم، انا كنت بنام وانا بتفرج على الماتش من كتر ما صن داونز نايم الماتش، وصن داونز كان حب يلعب ان هو ايه، انا بلعب، انا بقفل اللعب واضيع وقت وهلاعبكم هناك وهكسب. طبعا اتقلبت الايه عليهم في ماتش العوده. نادي الوداد المغربي احسن ماتش لعبه كان ماتش العوده، كان مركزين في ماتش العوده، وجابوا الهدفين بتوعهم من كور ثابته، ورغم تقدم صن داونز 1-0 لكن الوداد ما تاثرش، وقدر يرجع في الماتش على طول، وقدر انه يتعادل، وقدر ان هو بعد ما صن داونز جاب التقدم 2-1 قدر ان هو برده الوداد يقدر ان هو يرجع. فنركز قوي عشان نادي الوداد هيلعب على الكور زي دي، نادي الوداد هيلعب على تضييع وقت، نادي الوداد هيلعب على انه عنده الماتش العوده في مركب محمد الخامس، وجمهور عنده جمهوره يحرك الصخر. نادي الوداد هيلعب على كل التفاصيل دي كلها. نادي الوداد بقى اللي مطمني بقى ده كله ان جمهوره ولاعيبتهم عندهم ثقه ممكن توصل لمرحله الغرور ان البطوله في جيبهم. طبعا الكلام ده مش صح. نادي الاهلي ان شاء الله هيعوض ان شاء الله الهزيمه بتاعته بتاعت السنه اللي فاتت وهيكسب ان شاء الله، بس نلعب على تفاصيل صغيره ونركز. وانا من وجهه نظري يعني انا طبعا كان بيلعب محمود متولي في ماتش سيراميكا، انا اتمنى ان ياسر ابراهيم اللي يلعب. محمود متولي الفتره دي من بعد الاصابه مش احسن حاجه، فربنا يكرم ان شاء الله. هو كولر عارف كويس قوي هو بيعمل ايه ومركز في ايه. نقطه اخيره بس حابب ان انا اتكلم فيها في نقطه ماتش سيراميكا، هي ان كولر اتسال في المؤتمر الصحفي على ايمن اشرف، كان رده ايه؟ كان رده بيقول لك انا على المستوى الشخصي انا بحب ايمن اشرف، لكن ككوره وكشغل هو رقم 5 عندي، انا ما ينفعش ان انا العبه وهو رقم 5 عندي، في حاجات امور فنيه لا مش موجوده عنده. ده ندل على شيء ان كولر اهم حاجه عنده مصلحته ومصلحه الفرقه. فالكلام الكتير بقى ان ايمن اشرف فين هي قصه كلها هو كولر شايف القصه ماشيه ازاي. كولر اتكلم على اضاعه الفرص اللي الناس لما الواحد بيتكلم عليها بيقعدوا يتكلموا يقولوا لي انت يا عم تتكلم ازاي ليه دلوقتي، احنا بندعم ومش عارف ايه. كولر اتكلم في الجزئيه دي وقال لك المشكله دي من بدايه الموسم، وطبعا زي ما قلت لكم كولر ماشي الموسم بالمتاح. السنه اللي جايه مش هيرضى بالكلام ده، السنه اللي جايه مش هيرضى ان صفقاته اللي هو حددها لازم تيجي ان شاء الله. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، نتمنى التركيز. نقطه اخيره حابب ان انا اتكلم فيها، طريقه لعب النادي الاهلي انه بيجمع لعب ويلعب مثلا كور طويله، ان بيرسيتاوي يقطع، حسين الشحات يقطع، حمدي فتحي، الكلام ده كله مش هتلاقيه في ماتش الوداد المغربي هيلعبك زي نادي الجيش، هيكون مؤخر دفاعه
في منطقه جزائه. وطبعا النادي الاهلي طبعا في ماتش الجيش ما كانش بيلعب الاساسيين، كان بيلعب بالتقنيه، كان بيريح اللعيبه. لكن النادي الاهلي ما قدرش انه يعمل خطوره في الماتش ده، كان اسوأ ماتش للنادي الاهلي في الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا، لان النادي طلع الجيش وعماد النحاس كانوا قاريين النادي الاهلي وكانوا بيلعبوا دفاع منطقه، فما كانش في مساحات، بالبلدي ما كانوش بياكلوا الطعم بتاع كولر ولاعيبه النادي الاهلي. فنركز قوي كويس قوي، ويكون لكولر خطط بديله لما يكون في تكتل دفاعي. فربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، والبطوله ال11 ربنا يكرمه بيها ان شاء الله. بالنسبه للانتقالات، في زي ما بيقولوا الصيف بيجي والكلام بيكتر والصحفيين بتكتر بقى في الكلام الانتقالات والقصص، في حوارات كتيره في حوار الانتقالات. بالنسبه طبعا ان ميسي مثلا، ميسي الناس كلها بتتكلم دلوقتي ان ميسي عرض من الهلال السعودي وهيروح الهلال السعودي. طبعا الحاجات دي ما بقاش يستغرب عليها، رونالدو خلاص في النصر السعودي، الدوري السعودي رايح في سكه ثانيه، يعني ما تستغربش ان ميسي تلاقي في الهلال، ما تلاقي راموس بيلعب في الدوري السعودي، تلاقي اي فرق اي لعيب من اللعيبه التوب ليفل دي تلعب في الدوري السعودي، لا عادي القصه دي، لان طبعا السعوديه ليها ابعاد ثانيه، ليها ابعاد سياحيه، ابعاد ان هم عايزين ينظموا كاس العالم 2030، ليها قصص ثانيه. فطبعا الاخبار كلها متداوله للهلال لميسي خلاص هو اخر سنه ليه في باريس، هو ميسي مش هيكمل في باريس، في مشاكل بينه وبين الجماهير وبين الاداره، هو مش مرتاح. فالقصه طبعا كلها بينه وبين ميسي وبين الصيف ميسي هيكون في فريق تاني. كلام الناس قالت ان برشلونه، الناس قالت الهلال، الناس قالت، فهم دول الفرقتين اللي بيتكلموا عنهم. لكن برشلونه ما قدمش عرض لميسي، اللي قدم عرض لميسي هو الهلال السعودي. بالمناسبه الهلال السعودي اجاله مشي خلاص اخر عقده، فده ممكن ياكد ان ميسي جاي، لانهم عندهم عدد محترفين معين، فاجاله مشي، فممكن يكون ميسي هو الخيار القادم يعني للنادي الهلال السعودي. طبعا صفقه زي دي هتنقل السعوديه وهتنقل الدوري السعودي في قصه ثانيه. ده النصر السعودي لما اشترى كريستيانو، الدول الاوروبيه اشترت ماتشات النصر السعودي، ما بالك بقى ان انت ترجع تاني قصه ما بين ميسي وما بين رونالدو، لكن في الدوري السعودي. الدوري السعودي كله هيتشاف، ان اوروبا كلها هتشتريه، العالم كله هيشتريه. وطبعا السعوديه دلوقتي والقائمين عليها ما بيدفعوش فلوس وخلاص، الفلوس اللي بيدفعوها هم عارفين ان هيجيبوها تاني. طبعا الكلام بيتكلموا ان عقد ميسي هيكون بمليار 200 مليون يورو، رقم انا مش عارف اقوله اساسا، يعني رقم فلكي. تعالى بقى احنا بنتكلم على الهلال والنصر، اتحاد جد كريم بنزيما بعد ما كان هو الحكومه زي ما بيقولوا، ولا هو ريال مدريد، كان الكلام ان هيتجدد له سنه لكريم بنزيما. دلوقتي الكلام اتغير، كريم بنزيما وصل له عرض من الاتحاد جده ب 200 مليون يورو وشامله الضرايب، يعني 200 مليون يورو صافي في السنه الواحده، 100 مليون يورو، عرض طبعا ما يترفضش. فكريم بنزيما احتمال كبير ان هو يروح الدوري السعودي هو كمان. كان فيرمينيو كانوا بيتكلموا انه هيبقى بديل هيبقى يجي احتياطي لكريم بنزيما بعد ما طبعا ما جددش عقده مع ليفربول. وكان من ضمنهم ان كلامهم ان فيرمينيو مثلا لعيب كوره حريف كبير في السن، لو جيت قلت له اقعد على الدكه بالكريم بنزيما مش هيعمل مشاكل، لان هو كده كان بيبقى قاعد دكه في ليفربول، فما عندوش مشكله. نيجي هو بيتكلموا انه هيبقى فيرمينيو، فهل هو فيرمينيو هيجي ولا لا؟ والكلام كتير كمان ان بعد ما بنزيما غير بوصلته وعايز يروح للدوري السعودي، الكلام على دلوقتي لريال مدريد على لوتارو مارتينيز لاعب الانتر، لكن مش عارف هل القصه دي هتتم ولا لا. والكلام كمان على جوليانو الفاريز بتاع مانشستر سيتي، لان طبعا هم عايزين بيستغلوا قصه ان هو انت ما بتلعبش مانشستر سيتي، هالاند اساسي عليك وانت تستحق ان انت تلعب اساسي، وجيت له الحق الفاريز يستحق انه يلعب اساسي، يستحق انه يلعب في فرقه كبيره، هو طبعا بيلعب في فرقه كبيره، بس هي القصه كلها انه يلعب اساسي. هالاند طبعا واكل الجو منه، لكن هو يستحق انه يلعب في فرقه ثانيه. فهنشوف الانتقالات دي هتمشي على ايه. القصه كلها طبعا هبوط ليستر سيتي هيخلي القصه رايحه في حاجات ثانيه، يعني جيمي فاردي مثلا هيبقى عليه مزاد،
ده طبعا هو سن كبير، انا ما بتكلمش، بس عليه مزاد مثلا من انديه الدوري الانجليزي، سواء كان بقى من اول الاولاني لحد السادس، يعني مش هيخرج عن كده يعني، سواء كان توتنهام اي كان من الفرق دي. ماديسون في برضه في ليستر، بارنز في ليستر، ده كل ده هيبقى فيه كلام عليهم في الصيف. بالنسبه لنيمار، اخبار كتيره تداولت انه عايز يروح مانشستر، ان في عرض لمانشستر يونايتد، وان تين هاج بيقول لك انا عايزه وهطلع منه احسن حاجه. طبعا الكلام ده كله انا بشجع مانشستر يونايتد، لكن نيمار ما بيلعبش كوره. نيمار من ساعه ما مشي من برشلونه، عشان خاطر قال لك انا مش عايز ابقى في ظل ميسي، في ظل ميسي، ما لعبش كوره. نيمار من ساعه ما مشي وهو عمال مقضيها حفلات، مقضيها يتصاب، مقضيها لما يبقى عيد ميلاد اخته ياخد انذار او عشان خاطر يروح يحفظ له، فما بيلعبش كوره. فانا من وجهه نظري دي الفرصه الاخيره لنيمار، لو كان عايز يلعب كوره او لان مانشستر يونايتد وجمهورها مش هيديله المساحه دي. فنتمنى ان نيمار، موهبه زي نيمار دي يفرق معاه، وخصوصا ان نيمار محتاج انه يلعب في فرقه زي مانشستر يونايتد ويلعب كوره كتير، لان ده اخر كاس عالم ليه هيبقى هو ده اللي هو اللي جاي. تمام. فدي اخر فرصه ليه، واخر فرصه للبرازيل اساسا. فهنشوف القصه ماشيه ازاي. واتمنى طبعا ان يكون الموضوع الحلقه يكون عجبكم ان شاء الله. ولو كانت عجبتكم الحلقه ما تنساش تدوس لايك وتدعمني ولو ما كنتش مشترك في قناتي اشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.